هعمل معاكم النهاردة كيكة هشة جدا اقتصادية جدا. طعمها حلو حلو جدا، ابهرتني بجد. لازم تعتمدوها ومتأكدة ان انتوا هتجربوها. شايفين ارتفاعها ما شاء الله مرتفعة جدا، وعاملاها في اكبر صينية عندي. يعني دي اكبر صينية من الصواني الموجودة عندي. حط لايك كده وشير الفيديو ده، ويلا بينا نشوف الجمال ده معمول ازاي. جبت اول حاجه كده بوله، وهعمل فيه بوله عاديه جدا بالمضرب اليدوي. مش هعمل لا في الخلاط ولا في المضرب الكهربي، علشان محدش يقول عليها فيها حاجه صعبه، ومحدش يكون عنده حجه. اي حد ممكن يعملها، ممكن كمان تخلوا الولاد يساعدوكم في البيت. جبت كده 2 من البيضه، نزلت بيهم واتاكدت طبعا ان البيض ده يكون كويس وسليم، واختبره كده قبل ما انزل بيه عشان لو في حاجه بايظه مش يبوظ المكونات كلها. حطيت هنا 2 من البيض، وده بيض بلدي صغير يعني مش بيض كبير ولا حاجة. ولو عندك بيضة واحدة كبيرة تكفي الغرض مفيش مشكلة. عندي كمان هنا كوباية الا ربع من السكر. لو انتوا بتحبوا الحاجة مسكرة زيادة عن اللزوم هتضيفوا كوباية مليانة من السكر، لكن كوباية الا ربع هتكون حلوة جدا ومعتدلة جدا وطعمها حلو قوي. نزلت بالبيض ونزلت بالسكر، وبدأت ان انا اضرب بالمضرب اليدوي كده علشان القوام يفتح معايا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اهو، انا هنا كنت بضرب جامد لان السكر عندي كان فيه حبيبات وسكر خشن شويه من السكر ناعم، فاخد معايا وقت في الضرب لما ابيض معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى اهو، هبدأ اجيب كده نص كوباية من الزيت وهنزل بيها كده سرسوب سرسوب على قلب الخليط بتاعي ده زي ما انتوا شايفين كده. مش تكتروا ولا حاجة، هي نص كوباية حلوة جدا جدا. وهبدأ برضو اضرب معايا، ولما نزلت بالزيت هتلاحظي ان القوام هيفتح معاكي اكتر واكتر. الناس اللي هتسأل ليه الكيك معايا ممكن يطلع غامق، ممكن يكون الزيت اللي انت مستخدماه اصلا لونه غامق، وممكن يكون السكر نفسه لونه غامق، لان السكر من الحاجات اللي بتكون اساسية في غمقان الكيك بتاعك. خلاص كده هبدأ بقى اضرب كويس جدا. ضربته، هبدأ انزل بالدقيق. ايوه، الدقيق قبل السائل بتاعنا. ودي بقى التركه المختلفه معانا في الكيك بتاعنا النهارده، واللي هتخليكي تاكلي كيك لذيذ جدا وخفيف جدا. انا عن نفسي حبيته جدا جدا. نزلت كده بكوبايه واحده بس من الدقيق. ايوه زي ما بقولك كده، الصينيه اللي انت شايفاها دي كوبايه واحده بس من الدقيق، مش اكتر ولا اقل. وهبدا ان انا احط كده كوبايه من الدقيق وقلبتها كويس جدا. وهبدا اجيب كده كوبايه من الحليب، نص كوبايه يعني كوبايه الا ربع كده من الحليب. وهبدا احط فيها معلقه كده كبيره من الزبده او مكعب زبده. وهبدا اغليهم على النار لحد لما يسخنوا جدا جدا. طبعا اللبن عندي بصوا مولع سخن جدا جدا، فسيح الزبده في حته صغيره، ما ساحتش مفيش مشكله، بالضرب هتسيح معايا. هبدأ انزل بالحليب كده واضرب كويس جدا. هتلاحظي انك لما بتنزلي بالحليب السخن جدا على الدقيق هتلاحظي ان القوام بقى طري كده وناعم جدا وملمسه ناعم جدا. ما تخافيش خالص خالص، هي قوامها بيبقى طري شوية عن الكيكة العادية بس بتبقى تحفة جدا. شايفه الجمال؟ يا سيدي على الجمال. لو انت عايزه بقى القوام بتاعها او ارتفاعها اكتر من كده بكتير، دي بديل للكيك الاسفنجي هيكون تحفه تحفه تحفه. ممكن تعمليها في صينيه صغيره هتديكي ارتفاع حلو اعلى من كده بكتير. لو انت حابه يكون فيها ارتفاع اعلى. نسيت اقول لكم ان انا كوبايه الدقيق حط عليها باكو بيكنج باودر او معلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر، وحط عليها ذره ملح. طبعا نزلت كده باللبن بتاعي لحد لما خلصت كمية الحليب كلها، والقوام معايا بصوا طري كده وحلو زي ما انتوا شايفين واملس كده. هتنزلي برضو عليهم برشة من الفانيليا، او ممكن كمان نكهة البرتقان لو انت حابة برتقان زي ما تحبي مفيش مشكلة خالص. ممكن كمان تحطي عليها معلقة صغيرة من الخل، علشان الخل من المواد اللي بتساعد على هشاشان الكيكة، وكمان بتقضي على الزفارة. هجيب بقى صينيه انا مبطناها عندي بالسمنه او بالزيت والدقيق، المهم تتبطن معاكي علشان الكيك عندك ما يلزقش او ما يتحرقش منك. وهبدا انزل بالخليط بتاعي في قلب الصينيه بتاعتي. في الوقت ده انا مسخنه الفرن بتاعي كويس جدا جدا على درجه حراره 100 درجه او 80، يعني هو المفروض 80 درجه بس برضو حسب درجه حراره فرنك لانها بتختلف. هنزل بقى بالخليط كله كده، وهبدا اضرب او اخبط الصينيه بتاعتي كده خبطه على الرخامه علشان اخرج اي هواء، والصينيه بتاعتي تكون كده متساويه وما يطلعش فيها حته عاليه وحته واطيه. شايفين بقى الصينيه بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن تحفه تحفه تحفه. ما شغلتش الشوايه ولا اي حاجه خالص، طبعا هي لسه سخنه جدا، المفروض اسيبها شويه لما تهدى وبعد كده اقطعها معاكم. بس طبعا على مين انا لو سبتها يعني هتلاقوها كده مش هعرف اوريها لكم اصلا، الولاد هيبهدلوها. فبصوا ريحتها تحفه.
بصوا بقى الارتفاع قد ايه، شايفين؟ بوريكم هنا ان هي بصوا ارتفاع بحجم صباعي بالظبط، مع ان عاملاها في صينيه كبيره، هي مش صينيه صغيره ولا حاجه. لو انت عايزه بقى اضعاف الارتفاع ده هتحطيها في صينيه اصغر شويه، هتطلع مرتفعه جدا معاكي. لونها فاتح جدا، قوامها حلو جدا. بصراحه تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه في الكومنتات، واللي عنده اي سؤال بخصوص الكيك ده يكتبهولي في الكومنتات، وصدقيني جربيها مش هتندمي، راح تعجبك جدا جدا جدا. ما تنسيش بقى لايك وشير كده، وشيريها لكل حبايبك علشان الكل يستفيد والكل يعملها ويدعيلك دعوة حلوة. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.